لو حابب تشتري مايك فأنصحك إنك تشتري المايك ده، لأن هو سعره قليل وفي نفس الوقت بيديك جودة ممتازة. بس لو عندك دوشة كتير مش هتعرف تستخدمه. ايه ده، انا عندي دوشة كتير. لا هاته، المايك ممتاز الصراحة. انا مبسوط يا جدع، مبسوط والله. مبسوط، فلوسي ما ضاعتش في الارض. اول مرة اجيب حاجة ما يضحكش عليا فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو جديد، فيديو مختلف خالص بقى. المرة دي مختلف بجد، لان انا اعمل لكم ريفيو، اول مرة اعمل لكم ريفيو عن حاجة. ده لسه ما ركبتش المايك ولا شغلت الصوت منه، انا بس ببدأ الفيديو لسه. فاعمل لايك وسبسكرايب قبل ما نبدأ، ويلا بينا نبدأ ونشوف الريفيو مع بعض. اهم حاجة عايز اقولها لكم ان انا هتكلم في الفيديو ده بشكل صادق جدا، مش هزود ولا حرف ولا انقص حرف عشان ما حدش يضحك عليه في اي منتج بعد كده. فممكن ادخل لكم في الريفيو ده كمان ريفيو الحاجة كمان اشتريتها، بس الاول خلينا نبدأ. فالنهارده هعمل لكم ريفيو عن المايك ده. بس انا فتحته قبل كده وانا مع المندوب عشان اتاكد ان المايك وصلني سليم، ودلوقتي هفتحه قدامكم عشان نعمل انبوكسنج. طبعا شكل الكرتونه غير مبشر بالمره، تشوفها تقول خلاص ده مفعوص جوه مش هيشتغل، بس يعني الحمد لله المايك طلع سليم ومفيش اي مشاكل فيه. اول حاجه عملتها اني طلعت الحاجات من الكيس دي عشان اتاكد. طبعا كان في كابل محطوط جوه الكيس ده، والكيس التاني المايك كان محطوط جواه. دلوقتي بقى نحط الحاجات دي على جنب والكرتونه دي على جنب عشان نشوف اقوى مايك في الفئه السعريه دي. وطبعا انتوا سامعين الصوت اللي انا بكلمكم منه، الصوت ده جاي من المايك. البتاع اللي فوق دي بتتشال وتتركب تاني، والمايك ممكن كمان هو يتشال ويتركب تاني. زي ما انتوا شايفين الجودة وخامات التصنيع يعني ما شاء الله حاجة محترمة جدا بالنسبة للسعر اللي انا جبت بيه المايك. وهنا عشان اوريكم الاضاءه الار جي بي، جبت شاحن ووصلت فيه المايك، ودلوقتي المايك زي ما انتم شايفين الاضاءه بتاعته شغاله، واللي بينور فوق ده حجم الصوت اللي انا بسجل منه. وبرضه مش هقدر احكم على المايك من اول استخدام. المايك ده انا اول مره اجيب مايك، وبصراحه يعني من اول مره ما شاء الله المايك طلع جميل زي ما انتم شايفين، وجوده الصوت اكيد انتم سامعينها ومستمتعين بيها. وكده كده اساسا في الفيديوهات الجايه فانا هستخدمه كتير، وهنعرف المايك ده الجوده بتاعته عامله ازاي بعدين، وهل جودته بتنزل ولا لا، وهنعرف كل حاجه. يعني حابة أقول لكم بالنسبة لجودة الصوت، فالصوت فشيخ. انتوا مش هتسمعوني لأن أنا بس اللي سامعني، أنا لابس السماعة دي وسامعني. جودة الصوت ما فيهاش غلطة. أنا مبسوط والله إن فلوسي ما وقعتش في الأرض. مين؟ أنا مبسوط يا جدع، مبسوط والله. مبسوط، فلوسي ما ضاعتش في الأرض. أول مرة أجيب حاجة ما يضحكش عليا فيها. بصوا بقى، خلينا نتكلم من ناحيه الخدمه بتاعت الشركه دي. ان شاء الله الفيديوهات الجايه كلها هتبقى بالمايك ده، وهيبقى جوده الصوت بقى في حته تانية. في البدايه كده انا عايز بقى ايه، لا هكمل لكم بقى الفيديو بالصوت بتاع المايك بقى. طبعا عشان في ناس بتفضل تسأل عن عزل الصوت وجودة عزل الصوت، انا سامعكم دلوقتي الصوت بمايك الموبايل وبالمايك اللي انا بسجل بيه دلوقتي. والمايك طبعا مزيل للضوضاء والكلام ده كله، بس في مشكلة واحدة، هو لو خبطت زي كده يكون في صوت. فانا برضو كده كده هستخدم المايك معاكم كتير، وهتعرفوا الجودة بتاعة المايك يعني هتبان على حقيقتها بعد الاستخدام الكتير والاستهلاك وكده. اكلمكم الاول انا جبت المايك ده ازاي. انا دخلت على ابلكيشن تيمو، لقيت المايك ده معمول عليه خاص. فالمهم المايك ده فيه مشكلتين. المشكله الاولى اتصدمت بعد كده ان انا لازم ادفع جمارك، ودي مشكله ناس كتير بتواجهها في ابلكيشن تيمو. وانت لو استخدمت الابلكيشن ده قبل كده فانت عرفت ان الجمارك بتكون يعني كبيره، مش جزء صغير، ممكن يكون نص سعر الحاجه او ربع سعر الحاجه. فانت يعني الجمارك بتبدا من 20% غالبا يعني. المهم دلوقتي المايك ده اسمه، لحظه، المايك ده مش عارف اسمه ايه، بس هو مكتوب عليه يو اس بي ار جي بي مايكروفون. معرفش بقى اسمه ايه ولا شركته ايه ولا نوعه ايه. دي الداتا بتاعته لو حد فاهم فيها يعني. هو الفوكس معمول على ايه؟ لحظة يا جدعان. هو مش عارف عامل فوكس على وش ليه ومش راضي يعمل على استنوا كده اجرب ادوس عليه. ممكن يعمل فوكس هنا. طب اهو جنب وشي اهو. مش راضي، ما علينا يعني. فانا مش عارف نوعه ايه الصراحه ولا اسمه، بس ممكن انزل لكم صوره للمنتج على الشاشه دلوقتي عشان لو عايزين تجيبوه. المهم طلبته من ابلكيشن تيمو. المشكله الاولى اللي واجهتني مشكله الجمارك دي بقى. انا كنت عامل حسابي بالظبط على الفلوس بتاعه شراء المايك، وجيت بعد كده اتصدمت ان هما بيقولوا جمارك. جمارك ايه؟ طب انا دلوقتي المفروض بعمل ريفيو، بس مش مشكله يعني. دلوقتي المشكله التانية ان انا لقيت الكرتونه بتاعته متبهدله، متبهدله حرفيا مهريه. بس الحمد لله المايك جه سليم. ممكن تكونوا سمعتوا صوت صفير كده او حاجه عامله زي صفاره، بس الصوت ده ما تخافوش، ده مش المايك السبب فيه، ده كل سبب فيه ان انا كنت مركب كابل السماعه في المايك عشان اسمع الصوت بتاعي بس. المهم ان هو قوي يعني، هيكل بتاعه قوي.
والاضاءة بتاعته RGB، والمايك بتاع دي ممكن تتشال وتتحط عادي، ولو وطيت الصوت من هنا بيتكتم خالص، بيعمل ميوت. انت مش اكيد انت مش سامع انا بقول ايه. المهم دلوقتي وده الزرار بتاع صدى الصوت. الو، الو، ايوه، الو. لو حابب تشتري مايك فانصحك انك تشتري المايك ده، لان هو سعره قليل وفي نفس الوقت بيديك جودة ممتازة. بس لو عندك دوشة كتير مش هتعرف تستخدمه. ايه ده، انا عندي دوشة كتير؟ لا هاته، المايك ممتاز الصراحة، ده مش اعلان، انا بتكلم بكل صراحة. وبالنسبة بقى للمبرد اللي انا جبته، فالمبرد ده اسمه كان ايه، لحظة اشوف، معلش يا جدعان انا بنسى، معلش. المبرد ده اسمه CX19. المبرد ده انا اشتريته من اخطبوط مصر، لكن مش هعمل المبرد ده ريفيو في نفس الفيديو، ممكن اعمله لكم في فيديو تاني لو قلت لي في الكومنتات، ولو لقيت انكم حابين ان انا اعمل عنه ريفيو اعمل عنه ريفيو. كده الفيديو خلص. هو فيديو قصير عشان بعمل ريفيو بس وانبوكسنج والحاجات دي، انا ما بفهمش في الحاجات دي، فيعني هتلاقوا الفيديو لخبط كده شويتين، بس الحمد لله الفيديو خلص. وقولوا لي رايكم في جودة الصوت والتظبيط اللي انا عملته. بالمناسبة الحاجات دي يعني اشتغلت شهر. عارف ان شهر قليل، بس انا رحت اشتغلت الشهر ده مخصوص عشان اجيب الحاجات دي. ما كانش حد يعرف ان انا اشتري الحاجات دي، فما كانوا فاكرين اني بشتغل عشان اجيب فلوس واخليها عندي، اجيب فلوس اخليها عندي اعمل بيها ايه، انا عايز فلوس عشان اصرفها. المهم انا جبت الحاجات دي، وقولوا لي مبروك، ما تنسوش تقولوا مبروك وتستنوا الفيديوهات الجايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو الجاي. استنى الفيديو الجاي، اهم حاجه تستنى الفيديو الجاي عشان الفيديو الجاي هيكون فشيخ. وبس كده، سلام. لو عشت بعدي وبعد بعد جيت وحبيت، ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه. قول ان حبي حب غالي لو عشت بعدي وبعد لا لا لا، مش قادر اكمل، لا لا لا. Ba da 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 da. Ba da da da. Ba da da.